تسعى العديد من العوائل العراقية إلى تخليد ذكرى أبنائهم الشهداء، ولكن عائلة الحاج مديح في قضاء العزيزية شيء مختلف، حيث حولوا دارهم السكنية إلى متحف لذكرى أبنائهم الشهداء الخمسة. تفاصيل أكثر مع هذا التقرير. ما يزال برنامج مؤسسة الشهداء بالتعاون مع محافظة واسط بزيارة عوائل الشهداء في منازلهم وأماكن عملهم قائما، حيث حطتنا رحالنا هذه المرة في قضاء العزيزية، وتحديدا في دار الحاج مديح النعيمي، أب ل5 شهداء ضحوا بأنفسهم من أجل العراق في زمن كان العراق بأمس الحاجة لأبنائه، وخصوصا هؤلاء حملة الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات، حيث أعربت الحكومة المحلية في واسط عن دعمها لكل عوائل الشهداء ورعايتها لهم، لما شكلته التضحية منهم من منعطف كبير في تاريخ الأمة. الشهداء هم في حدقات العيون لما قدموه من تضحيات. التضحيات حقيقة أثمرت في أن العراق أصبح بلد حر وبلد مستقل، وحقيقة يكون نظام ديمقراطي بعيدا عن الدكتاتورية والتسلط. وأنا حقيقة أؤمن إيمان كبير أنه رعاية عوائل الشهداء هو واجب على الدولة العراقية لما قدموه حقيقة من تضحيات اللي هي دماء أبنائهم، هذه اللي كانت حقيقة عبدت الطريق أمام خلاص البلد من نظام دموي إجرامي عاث حقيقة في الأرض فسادا، فخرب كل شيء. لذلك يعني هذه المبادرة المحافظة بالاستمرار في تفقد عوائل الشهداء وزيارتهم أنا أعتقد هي واجب، وراح نستمر بهذا البرنامج ونطور هذا البرنامج. وأنا أعتقد أنه هذه الملاحظات اللي ذكرتها نعم ستجد ملاحظات أخرى وستجد إرث للشهداء كبير. الشهداء هم صاحبي إرث عظيم، لأنهم حقيقة أعطوا حياتهم في سبيل الله من أجل خلاص هذا البلد من الطغمة الدكتاتورية لنظام صدام المباد. عليه لابد أن يستمرون في ذاكرتنا، لابد أن دائما نستذكرهم، لابد أنه دائما حقيقة نعقد من المؤتمرات ومن المهرجانات اللي تحيي ذكراهم، واللي دائما تخلينا نستذكر شهادتهم وعطائهم وعطاء عوائلهم. كان عطاء كبير حقيقة، كانت هنالك معاناة حقيقية قد لا ندرك حجمها لأنه حجمها فعلا كان كبير، لكن من يسمع منهم ويتطلع إلى التاريخ وإلى العطاء الكبير سواء عطاء الشهادة أو عطاء العوائل التي ضحت بسبب موقفها حقيقة لا أكثر، لابد هذا أن يكون له تقدير عالي، لابد أن يكون له اهتمام عالي. البلد الآن حقيقة كل هذا الآن الخير وكل هذا التغيير هو بفضل الشهادة والشهداء، والشهادة حقيقة هي أعلى وأكبر جود ممكن أن يعطيه الإنسان. الجود بالنفس هو أغلى غاية الجود، وأنا أعتقد هذا العطاء الكبير لابد أن يقابل أيضا اهتمام كبير واستذكار كبير. والنعم الشهداء لابد أن يكونون هم دائما في الذاكرة، ولابد أن نكون دائما نتطلع إلى رعاية عوائلهم والاهتمام بهذه الشريحة المضحية التي خلصت العراق مما كان يعاني من الظلم والدكتاتورية والاستبداد. 3 أخوات هو ما تبقى من بيت الحاج مديح بعد الشهداء ورحيل الأب والأم، فقررنا تحويل دار الطفولة والذكريات إلى حسينية ومدرسة حوزوية نسوية، والأهم من ذلك استغلال جزء من الدار لتحويله إلى متحف
يضم ممتلكات ومقتنيات وذكريات الشهداء الخمسة، إضافة إلى أثاث العائلة وممتلكاتها، والتي تعود إلى أكثر من نصف قرن، وهو بمثابة خطوة لتخليد ذكرى الشهادة والشهيد، واعتبارهم أحياء عند ربهم وعند الناس. فكرة المتحف بعد ما يعني أوقفنا بيت الحاج مديح جبار النعيمي في الوقف الشيعي وأصبح حسينية تحمل اسمه واسم زوجته واسم أولاده الشهداء الخمسة، عبد الكاظم وعبد الرضا وعبد النبي وعبد الكريم وفاطمة الشهداء السعداء. كانت الأغراض موجودة في هذه الغرفة، يعني نحتفظ بها في هذه الغرفة. فكانت أختي على سفر يعني دائما، فعندما زارتنا في آخر مرة قالت يا أختي يا زينب، نحن هذه الأغراض لا نبقى نحتفظ بها بهذه الشكلية يعني وهذه الحال، لابد أن ننفذ ما كنا نأمل أن يكون. فبدأت الفكرة يعني بدأنا العمل، والفكرة هي فكرة أختي الدكتورة مكية وأنا زينب. فبدأنا العمل في نهاية الشهر الخامس من هذا العام، واستمرينا في العمل تقريبا شهرين، وساعدني في العمل وكادر يعني من نجار إلى صباغ إلى كذا. فلكن الفضل يعني يمكن الفضل يعود يعني إلى هذا الترتيب النهائي هو للأخ حسن الصباغ أبو وارث، وللأخت أم حسين سهير يعني مديرة المتحف. تشرفت أنا كلفت من قبل عائلة الشهداء بإنجاز هذا المتحف، كلفت بالإنجاز الجوانب الفنية. الحقيقة كانت المسؤولية جسيمة وكبيرة، لأن ضيق المكان أولا وكثرة الوثائق اللي احتفظت بها أم الشهداء، كانت وثائق كثيرة. فعملنا على مراحل، صنفنا الوثائق على جهاز الحاسوب وقسمناهن، وبدينا نقسم المكانات، نحاول نفس المكانات اللي كانوا بالبيت عايشين بها الشهداء وزعنا وثائقهم. قسمنا غرفة قاعة المتحف الرئيسية إلى أجنحة لكل شهيد، الصور وسيرة ذاتية مقتنياته الشخصية الخاصة. كذلك في الممر صار مدخل، جمعنا بعض الصور العشوائية لكل الشهداء حتى تكون مدخل للمتحف. بعدها ينتقلون إلى الصالة الداخلية، راح يلاحظون المقتنيات الوالد الله يرحمه أبو الشهداء، خليناها على وضعيتها مثل ما كانت. بعدها ينتقل المشاهد إلى قاعة المتحف الرئيسية ليلاحظ التفاصيل الأخرى. أصحاب المنطقة والأهالي والجيران كانوا من المساهمين والمتحمسين لهذا الإرث الشهادي الكبير، فقد ساهموا بشكل كبير على تأسيسه وديمومته، وهم فخورون بوجود هكذا عائلة وتضحيات بين ظهرانيهم، متمنين الرعاية والدعم لمثل هكذا خطوات شأنها إعلاء كلمة الشهادة وإظهار مظلوميتها بشكل واعي. يعني بالنسبة لحسينية الحاج مديح تحولت إلى حسينية، بيت الحاج مديح تحول إلى حسينية. احنا بالنسبة لأبناء المنطقة حقيقة يعني صلاة الصبح هسه أكثر الناس يعني تفوتهم. احنا يعني بفضل هاي الحسينية المباركة يعني يوميا صلاة الصبح في وقتها، وصلاة الليل تجرى هنا في حسينية الحاج مديح. بعد صلاة الصبح جماعة طبعا، وبعد الصلاة عندنا زيارة عاشوراء، وعندنا دعاء العهد لتعجيل ظهور الإمام الحجة عليه السلام. وأكثر الناس اللي يجون يعني حتى من غير مناطق يصلون، يعني أكثر من واحد نقل لنا أنه يجد فد روحانية خاصة في هذه الحسينية ما يجدها مع احترامنا بقت كلها يعني بيوت الله، بس نجد يعني أنفاس الشهداء حقيقة. حتى مرات في أيام الصيف الحارة من صدفة الكهرباء احنا نستشعر، يعني هي صور الشهداء موجودة، نستشعر الألم اللي كان يعني الشهداء عاشوه في سجون النظام. يعني احنا تنطفئ فد يعني 10 دقائق نشعر بالحار، ونشعر هم شلون كانوا يعيشون. فحقيقة احنا من نعيش مأساتهم. ويعني حقيقة احنا حتى تواصلنا مع الحسينية كمتحف ايضا احنا عايشناهم من كانوا يعني احياء، يعني احنا كنا ما اصغر منهم شوية اطفال. فهاي الصور يعني حق ما شايفينها، بس شفناها بالمتحف، وكانت هي قليلة في حقهم يعني حقيقة، لأن هم اللي قدموا مو قليل يعني.
واحب ان اذكر يعني شيء عن حاج مديح الله يرحمه. يعني هو مع هذه المصيبه اللي صارت عليه ما توقف سنه من السنين من اقامه شعار الحسينيه، وهذا البيت اكثر اهل العزيزيه يعني يحبون، كثير من الناس يسوي ثواب للامام الحسين، بس يحبون ياكلون يعني حتى يجدون فد معنويات انه شفاء في هذا الاكل. وهم ابدا حتى مع ظروف الحصار، ظروف يعني هو الحج من بقى وحيد يعني ما قطع هذا ابدا، يعني كل سنه يسوي وهو يعني كالجبل الشامخ يعني ولا مبين عليه، وكان من دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، وكان عنده ارتباط خاص بالامام الحسين عليه السلام، وصبره يعني يضرب به المثل لاهل العزيزيه. المنبر الموجود يعني عندنا منبر موجود يعني حقيقه دائما الناس تزوره، ويعني انا من الناس يعني يوميا لازم ازوره من تخلص الصلاه، لان اجد فد راحه نفسيه في عندما يعني واسلم على اهل البيت طبعا. حقيقه انه شرف عظيم، ويسرني جدا ان اتحدث عن ارث بيت الحاج مديح رحمه الله كأحد أبناء مدينة العزيزية الكرام. وإن هذا المتحف هو التفاتة لطيفة من المتبقين من عائلة الحاج مديح جزاهم الله ألف خير، ومن الذين ساهموا في إحياء إرث بيت الحاج مديح وأولاده الشهداء رحمهم الله، في إبراز ذكرياتهم التي عاشوها معنا في المدينة من خلال الصور التي أخذت معهم، ومن خلال تفاعلنا معهم وتذكر سلوكياتهم الطيبة وجهادهم وما عانوه في تلك الحقبة المظلمة من جور وظلم. فكان في نفوس أهل المدينة كافة أمنية أن يخلد هذا الإرث التاريخي الديني السامي لعائلة الحاج مديح رحمه الله في داره، والتي أصبحت منارا وأصبحت إرشيفا للأجيال اللاحقة لتأخذ منها العبر والذكريات والأفكار ومبادئ الجهاد ضد الطغاة من خلال إبراز مسيرتهم الجهادية والدينية التي قاموا بها في تلك الفترة، وما عانوه من ظلم واستبداد وجور، وأعطوا أغلى ما يملكونه وهي أرواحهم السعيدة التي تخلد في جنات الخلود الآن رحمهم الله كثيرا. ونحن رغم ما أنه هذه الذكريات مؤلمة، لكنه نحن أبناء العزيزية مسرورين جدا لهذا الصرح ولهذا المكان الذي يحتوي كل ما يتعلق بعائلة الحاج مديح، الذين يستحقون فيه أكثر من هذا، لأنهم أعطوا أغلى شيء هي أرواحهم. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم أحبتي إلى ختام فقرات برنامجنا هذا، على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة. تحياتي وتحيات الكاتب